السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي أيها الفام العظيم، وحشتوني. أو في مقولة أخرى والله اشتقنا. قبل ما نبدأ الفيديو، لو ما صليتش العشاء قوم صلي العشاء، ما صليتش المغرب قوم صلي المغرب، لو فايتك أي فرض من فروض ربنا قوم صليه وتعال احنا قاعدين. أنا هبدأ بفيديو جالي عليه أكتر من 180 منشن، حرفيا التيك توك كله عامل لي عليه منشن. نسمع كده. الدين، انتوا بتتكلموا جد؟ هتدخلوا الدين في المجموع؟ انتوا مين بالظبط؟ من انتم؟ من انتم؟ ازاي تقولوا لابراهيم عيسى ان الدين هيتضاف للمجموع؟ الراجل هيجي له شلل. الوزير الجديد يا جماعه هيطبق ان الدين يتضاف للمجموع. هقول لك على فوائد ان الدين يتضاف للمجموع ايه، بس لما نتشفى. معلش انا عايز اتفرج عليه. نحن مسلمون يا اخ ابراهيم. من انت؟ انتوا يعني مع مين وضد مين وانتوا فين؟ احنا في مصر. قولوا لنا على فكره انتوا مين عشان نعرف، يعني بتفكروا ازاي عشان ناخد يعني دولة مدنية وقررت تدخل الدين في المجموع. وانت مالك؟ انت مالك؟ هم هيرجعوك ابتدائي واعدادي تاني ويضيفوا يعني هيحاسبوك عليه تاني؟ عمال يقول انتوا مين انتوا مين. انت بقى اللي مين وقدرك ايه علشان معلش نعرض عليك الموضوع. ابراهيم انت بتردد اجنده بتتكتب لك، والاجنده دي ضد الدوله المصريه حبيبي، وهتتكشف في يوم. من الاخر يا جماعه، اي حد بياخد فلوس من بره الدوله اللي بيديله فلوس ده مش حبا فيه، بيديله فلوس مش عشان يبني الدوله، لا، اهدافه بقى ظهرت دلوقتي، ظهرت قدام. المهم خلينا نسمع. اخوان ما عملوهاش انه خلوا الدين من من المجموع الكلي ودخلوا الدين كماده في المجموع. الاخوان ما عملوهاش. تخيل كده جيل مسلم ينشأ يعرف دينه. ازاي ده يرضي ابراهيم عيسى؟ ازاي جيل مسلم يبقى عارف اساسيات دينه؟ لكن ابراهيم مبسوط دلوقتي اننا نلاقي عيل في ابتدائي مش حافظ الفتح، فاتحة الكتاب اللي ينفع يصلي بيها. ابراهيم مبسوط دلوقتي انه لو قابل اي عيل صغير في الشارع وقال له صلي هيغلط في اركان هيغلط وهو بيصلي. انتوا ازاي عايزين جيل مسلم؟ ازاي عايزين جيل يعرف ربنا؟ قول. انت بتعملها بناء على ايه؟ ايه فلسفتها دي؟ اقول لك فلسفتها حبيبي. فلسفتها ان دينك يدعو الى السلام. فلسفتها ان لما يبقى في عيال موجودين وبيتشرح لهم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، يمكن شله تتاثر، وبدل ما تطلع على نادي بلياردو ولا تطلع على مكان يلعبوا فيه، تطلع على مسجد تقرا قران، تطلع على مكان تقدم فيه زكاه. فلسفتها ان الدين بيعلمك تبني ما تهدمش. لا، ليها فلسفات كتير يا ابراهيم، بس انت ايه فلسفتك انك ضد ده؟ بنحول الدين الى ماده مذاكره وحفظ وتسميع، وبنعمله لامتحان هنمتحن الناس في دينها. والامتحان القائم الان الناس بتتعامل معاه ببساطه وعلى اعتبار انه مش في المجموع، وبتتعامل معاه على اعتبار انه يعني امر يعني اضافي كويس لا باس وكل حاجه. انما لا يمكن ان يكون التعليم الديني او منهج الدين محلا للنجاح والسقوط او الدخول للمجموع. ليه يا ابراهيم؟ يعني انا فلسفه افلاطون فادتني في ايه دلوقتي وانا خدتها في ثانويه عامه مثلا وكانت مضافه للمجموع عادي؟ الرسم كان منضاف للمجموع عادي، فادني بايه؟ فلسفته في ايه الرسم؟ هطلع شخبط على وش اصحابي؟ فلسفته في ايه الرسم؟ فلسفتها في ايه الفلسفه بقى بتاعي؟ انا قعدت اشوف ارسطو وافلاطون وقعدت اشوف نظرياتهم وسبحان الله، يعني احلى حاجه يقول لك ايه بقى؟ بص، ده الشخص وده كلامه الكذب الغلط، ادرسه فتدرسه ويضاف للمجموع. لكن ده الدين وده كلامه الصح اللي موجود واللي بنعيشه، والدين حرفيا بيعلمك ازاي تعيش وتتعايش مع غيرك. لا ما تدرسوش. انت ايه؟ انا عايز اعرف انت ايه. انا كل مره باجي اخلص واسالك انت ايه، ما تعلن عن هويتك الحقيقيه. اصل خلاص بقى، فكك بقى ابراهيم من الشكليات ان انت ايه، قال ايه بتخاف على الدين الاسلامي وقال ايه بتدافع. فكك من الجو ده. ما لا بياكل ولا يشرب مع حتى اللي شغالين معاه. اجيب لك تاريخك، اجيب لك بدات ازاي وبدات فين. ما لا، لو كنت ناسي فاحنا ممكن نرجع نفكرك. طب بقول لك يا ابراهيم، لو انت شايف ان انت على صح، يعني انت على صواب، و5% من الناس، 5% بس من الشعب متقبلك، 5%، انت متخيل 5%؟ تقدر وانت ماشي كده تخلي حد يصورك من بعيد وتمشي في وسط الناس تشوف قد ايه نظرات الكره والبغض والضغينه والقرف اللي هم باصينها لك، ومشي واحد ازهري لابس بس عمامته والجلباب بتاعه ولا القفطان بتاعه وماشي. بص، الاختلافات حتما تكون موجوده، لكن انت مش مختلف معانا، انت ضدنا بالكليه، فمحدش هيحبك ومحدش هيسمع لك، ومهما قلت فكأنك ما قلتش. ونصيحه الى ممولين ابراهيم عيسى، شوفوا لكم وجهه تانية، لان خلاص الراجل ده ما عندوش اي حد بيصدقه في اي حاجه، غيروه. نشوف اللي بعده. صحابي عارفين عني الموضوع ده، اما احب اعرف حد
اعزمه على اكل واتفرج عليه وهو بياكل وهو بيبص. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ لا شغل الطاقه بقى هندخله في الاكل، ما مش عايزين لحوسه. في ايه؟ هو بيبص للاكل واعرف الشخصيه دي ايه. يعني ما كانت صاحبتي مثلا حد متقدم لبنتها اقول لها ايه اعملي عزومه كده، هقول لك ده ايه، بخيل، كريم، انتهازي، طيب، حنين، عطوف. كل الصفات بعرفها من طريقه اكل البني ادم ونظرته للاكل. يعني كل ده من نظرتي للفرخه؟ يعني انا عداء، انتهازي، كريم، كل ده انا بصيت للفرخه ازاي؟ ده الفرخه لو بتنطق وبتحكي مش هتفضفض باللي انت بتقوليه ده. يعني احنا مش هنوصل للدرجه دي من الاريحيه. طب افرض الست حطت لي اكل ما بحبوش، فهتبقى طريقتي للاكل مش افرض حطت لي اكل بحبه. جماعه الطاقه سرحانه بيكم، والله العظيم انتوا في دوامه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك ايه، كل مما يليك. عشان كده يعني ايه؟ من صفات يعني الشخص تاكل اللي اللي قدامك الاول. لا تروح مثلا قدامك سيرفيس تروح عامل ايدك لا من بص، فوق يعني لو السيرفيس انتوا واخد من بص احسن. يا دينا، لا إيه ده؟ لو انتوا كلكم قدامكم طبق واحد وبتاكلوا كلكم من الطبق ده، ما ينفعش تروح جاي على اللي قدامك عامل كده. انت عندك ده قدام، عيب اصلا. لان هو غير بقى عيب. عندنا في علم الطاقه الصفه دي صفه الانسان. قالت الكلمه اللي بتجيب لي صداع. علم الطاقه مين اللي علمه؟ مين اللي صنفه علم؟ ومين العالم بتاعه؟ وفين اسانيده؟ وفين دلايله؟ ثواني اجيب لكم ابراهيم عيسى. صفه الانسان الانتهازي، الطماع، صح. اللي عايز يكوش على كل حاجه، النرجسي. بص من الخطوه دي طبعا. اقول لك الشخص ده وحش. يا نهار ابيض. ايوه انا عزمت حد وهو كان عينه على استاكوزايه مبطرخه كده قدام، فمدي انا كان لازم اعرف انه انتهازي وطماع ونرجسي. انا ازاي ما خدتش بالي؟ افرض هو بقى يعني شاف الفيديو ده ولما اتعزم جلافف الصينيه، يعني خلاني بس انا بصيت يمين وجلاففها وجي واكل من قدامه، يبقى كده هو ايه بقى؟ يبقى كده الراجل ده بيلف ويدور، معروفه. اصل خلي بالك ده علم. لا بقول لك ايه، استنى شويه بس، فيديوهين ثلاثه معاهم وابهرك. انا هعرف لك البني ادم من طريقه بلاش طريقه قعدته، من طريقه شربه للميه. هقول لك بقى البني ادم ده عطشان ولا عبيط ولا انتوا ايه ولا احنا ايه. اطلعي بره. اللي بعده. طيب هو بيصلي وقدامه الكلب. المهم احنا مش هنلف وندور تاني في قصة نجاسة وطهارة الكلب. وانا رحت معاكم في سكة الملكية وقلت هو طاهرا بالكلية. يا جماعة الكلب طاهر. حلوين كده؟ اقتناؤه بقى لسبب غير الاسباب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها حرام. كلب صيد، كلب حرث، كلب ماشي. والله لو مش جايبه لاستفادة منه فاقتناؤه حرام. ومش بس كده، وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، اللي هو التمثال. ومش بس كده، الكلب اللي عندك ده لو مش للأسباب دي فإنه ينقص من عملك كل يوم قيراط. أنا عايز أعرف بقى أنت بتعمل كل يوم كام قيراط علشان ينقص من عملك كل يوم قيراط علشان البوبي نقعد نلعب بيه مع بعض؟ يا بيه ربنا يكرمك وحط كلبك في جنينة واقعد العب معاه في الجنينة بره، تبقى جايبه للحراسة. إيه المشكلة؟ محدش قالك حاجة. تقول لي الكلاب هتتشرد في الشوارع يا فرما. حبيبي في ملاجئ للكلاب. يا عم موضوع بسيط، طلعه بره حدود بيتك، خليه حراسه. لا وده كمان كلب جولدن بيور، فالجولدن بينفع في كل حاجه، ينفع للحراسه واللعب والاطفال بس في اسباب الاقتناء. نشوف اللي بعده. أولى كده الفترة الأخيرة منتشرة إنه العلاقة اللي بدايتها لا ترضي الله نهايتها لن ترضيك. وبصراحة دي برغم إن المقولة دي بتتفق مع بعض القناعات اللي عندي، ولكن أنا بشوف إن هي مقولة خاطئة جدا. المقولة غلط، أو نسبيا من وجهة نظري أنا شايف إن هي غلط، علشان هنا إحنا بنتعامل بالمقولة دي الند بالند مع الله سبحانه وتعالى، وده شيء قمة في الخطأ. إنه أنا علشان بس عاندت ربنا أو عصيت أو أذنبت في شيء معين فمعنى كده إن ربنا هيوقف لي بالمرصاد علشان يبوظ العلاقة دي أو يبوظ الشغلانة دي أو يبوظ الصحوبية دي. فده شيء مستحيل وبعيد كل البعد عن ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة، ممكن البداية بتاعت العلاقة تبقى فعلا لا ترضي الله سبحانه وتعالى، ولكن الموضوع عامل زي لما رجلك تغرز في شيء معين. طيب أنا دلوقتي مش عايز أكمل، مش عايز أدوس. مش ويش، خلينا متفقين عند نقطة محددة.
البدايه التي لا ترضي الله نهايتها لا ترضيك. احنا هنا بنتكلم على العلاقات، هو بيقول ان انت كده بتبقى واخد الموضوع ند بالند مع الله، وده حاشا ان اي حد يكون في دماغه التصور ده حد، بس هتتعاقب. يعني انت عملت ذنب هتتعاقب. طيب فرماوي انا تبت عنه خلاص انا مش هعمله تاني. انا فرماوي كنت بشرب مثلا فبالتالي بطلت شرب وتبت الى الله، الله عز وجل تاب عليك. باقي هنا ايه؟ اثر الذنب اللي انت كنت فيه. طب هو اثر الذنب ده ممكن يخلي النهايه لا ترضيني؟ ممكن، وارد ان انت كنت مهووس بحاجه معينه مع الشخص ده، او كنت بتعمل حاجه غلط انت والشخص ده، وانتوا الاثنين لما اتجوزتوا رجعتوا تعملوا حاجه غلط تانية، ممكن، وارد. والوارد ان برضه يعني انا يعني هو معاه حق في حاجه وفي حاجه تانية هو صورها غلط. هو فعلا المقوله دي اطلاقها صعب. اثر الذنب وراك لكن في وارد انك تعدي وخلاص، وتوبه صادقه وخلاص. اللي بعده النهارده يا جماعه انا هوريكم ازاي تهربوا. معلش يا جماعه، انا اللي عامل لي منشن كاتب بيقول لي هو الهروب من السايس حرام ولا حلال؟ معلم لو عرفت تهرب اهرب، انا بهرب من السايس، اما الا اذا كان الوضع مقنن. يعني ايه مقنن؟ يعني في جهه او شخص مستاجر قطعه ارض وعاملها جراج وقافلها، او معمول انها جراج ومعروف ان ده جراج وليه تسعيره معينه، ساعتها ده حرام. لكن شارع عمومي وواحد واقف لي بفوطه اصلا بتوسخ ازاز العربيه وتجرحه، وكل ما يشوفني طالع يقف يخبط لي على الازاز هات فلوس، لا دي بلطجه. ده اختصارا قبل ما نبدا الفيديو. ازاي بقى انت هتعلمنا نخرج من السايس؟ في 1000 طريقه. بقى تعمل نفسك متعصب، تعمل نفسك متضايق، كل الطرق دي هم عارفينها وهرشينها، والسايس نفسه بيبقى عارفها، والسايس بيحكي لي المواقف. يعني انا بقعد ادردش معاه بقول له بيهربوا منك ازاي؟ يقول اللي يعمل متعصب، واللي يعمل بيتخانق مع مراته، واللي يعمل نفسه ظابط، واللي يعمل نفسه مش عارف ايه. عادي، انت عايز تدفع ادفع، مش عايز تدفع ما تدفعش، فقشطه يعني. فاهم؟ الله اكبر، الله اعظم، اشهد ان لا اله الا الله. يؤسفني أن أطلب منك ذلك، ولكن سيد ليف أنت تبتسم كل مرة أعود فيها لك وأنا أتحدث عن أطفال غزة وعن نساء غزة، وأتمنى منك أن لا تفعل ذلك، لأنك بالتأكيد لن تكن تبتسم إذ كنت أتحدث عن يوم من الأيام السوداء والصعبة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في الوقت الذي يموت فيه الأطفال الأمريكيون. لا تأمرني بالتوقف. Don't you ever tell me to stop. Don't ever tell me to stop right there. أنا هنا أرد على التساؤل الذي أنت قلته، وأرد عليه بتقرير من CNN التي جو بايدن الرئيس الأمريكي خرج وتحدث عن الأطفال الأمريكيين، الأطفال الإسرائيليين الذين تم ذبحهم بناء على تقرير من CNN، وتجاهل بعد ذلك التقرير الذي خرج عن CNN قائلا بأن الأنفاق تحت المستشفيات في قطاع غزة تم التلاعب بها قبل وبعد التصوير وقبل وبعد وصول الصحفيين. إذن الإدارة الأمريكية تنتقي التقارير الصحفية التي تريد أن تستند إليها. وحين أطلب منك عدم الابتسام أعلم أن هذا اسمه باللغة الإنجليزية sarcasm, but you cannot be sarcastic لما تكون بتتكلم عن طفل عربي وفلسطيني بيباد وبيقتل هو وأمه وأبوه وبيعيش حياة صعبة. أطفالكم ما بتقدرش تعيش ربعها. ما اسمح لكش إنك تبتسم على شاشة القاهرة الإخبارية، إن حضرتك على شاشة قناة مصرية وقناة عربية. إبداع. وعايز أقول لكم بقى، أضيف لكم على الإبداع ده خبر كمان. أمريكا كانت بتولع، رئيسها ذو العقل المحدود طلع قال هنخلي الشرق الأوسط جحيم، فسبحان الله في ولاية كاملة بقت جحيم نار. يعني بوضح لكم الفيديوز، ولكن الفيديوز أنا مقلل درجة الوضوح بتاعتها علشان ما يعني ما يعني بيهزروا هم هزار تقيل شوية معانا. أشوفكم الفيديو اللي جاي سبت 3 الساعة 8. أنا بتأخر في المواعيد، والمرة اللي أنا اتأخرت فيها وما نزلتش فيديو مش فاكر كان ليه بصراحة. سبت 3 الساعة 8. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.